السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناة متعة الطبخ. يلا هنعمل مع بعض النهاردة البيتزا. هنعمل البيتزا بصدر واحد من الفراخ. هنعمل بيه بيتزتين كبار او ممكن تعملي 3 حجم متوسط. وهنعمل العجينة ب3 مكونات بس، مش هنضيف لا لبن ولا لبن بودرة ولا زبادي ولا اي حاجة من الحاجات دي. وهتطلع معاكي العجينة فيها العضة الجميلة اللي هي بتبقى في البيتزا اللي بتاعت برا، وتطلع خطيرة معاكي. بس يلا قبل ما نبتدي انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه مش مشتركة معايا، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. ويلا علشان نبتدي. هنبدأ اول حاجة بالعجينة. معايا 3 كوبايات من الدقيق، هننخلهم كويس. انزل عليهم بمعلقة ونص من الملح، معلقة ونص صغيرين، ومعلقة ونص صغيرين من الخميرة الفورية، معلقة من الزيت، تقدري زيت زيتون او زيت عادي وتقدري تستغني عنه، نص معلقة من الزعتر. وهنضيف كوباية من المية دافية، ونبدأ نعجن. ونشوف بقى لو العجينة بتاعتنا احتاجت مية كمان هنضيف لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو هتبدأ العجينة خلاص تلزق معانا وتلزق في ايدينا. خلاص هو ده القوام المطلوب. هنحطها بقى في البولة كده وننزل عليها بشوية من الزيت، ونغطيها بقى ونحطها في مكان دافي تختمر. لو الجو برد عندك ممكن تدفي الفرن وتحطيه فيها. هنا العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت هنبدأ نفرغ منها الهواء بقى كده، ونقسمها لعدد البيتزات اللي احنا عايزينه، 2 كبار او 3 متوسطين. هنقسم العجينة ونسيبها ترتاح مرة كمان على ما نحضر بقية التوبنج بتاعنا. معايا هنا صدر مخلي من الفراخ، هنقطعه بقى لشرايح وبعدين لمكعبات، وننزل بيه في طبق كده، وبعدين هنتبله بقى اسرع تتبيله معانا. هتلاقوا المقادير مكتوبه على الشاشه. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه لحد ما قطع الفراخ بتاعتنا تتغلف كلها بالتوابل، وهنسيبها على جنب لمده 10 دقايق كده. نروح نحضر صلصه البيتزا. معايا هنا حوالي 3 أو 4 معالق كبار من الصلصه الجاهزه، او لو الصلصه انتي محضراها عندك عادي مش مفيش مشكله. هنتبلها بقى، هكتب لكم برضو التوابل على الشاشه. ونقطع مجموعة من الخضار كده، فلفل اخضر، فلفل الوان، وطماطم، وزيتون، جبنة موتزاريلا. هنروح بقى ايه نشوح الفراخ بتاعتنا، ننزل بيها في الطاسة واسيبها لمدة 5 دقايق من غير ما نحرك خالص عشان تاخد الطبقة الكريسبي الاورنج الجميلة دي، تفرق جدا في طعم الفراخ. بعدها تقدروا تقلبوا عادي جدا. خلاص كده الفراخ بتاعتنا بقت جاهزة. هنسيبها على جنب بقى ونروح للعجينة بتاعتنا. خلاص هي بعد حوالي 10 دقايق ارتاحت شوية، هنبدأ بقى نفردها. هنجيب اي صينية فرن عندنا ونبدأ نفردها عادي. لو لقيت العجينة بتشد معاكي سيبيها ترتاح كمان شوية. هننزل اول حاجة بالصلصة ونفردها بقى كده كويس، وبعدين الفراخ بتاعتنا كميات بقى تقدري انت تقسميها براحتك، وشوية من الزيتون، شوية من الفلفل الأخضر كده، فلفل ألوان، وشرايح من الطماطم. غير حاجة بقى هنضيفها الجبنة الموتزاريلا، وندخلها الفرن بتاعنا يكون شغال من قبلها ويكون سخن على الرف الوسطاني لمدة ربع ساعة.
هتكون اخدت اللون الجميل دوت، والجبنة بتاعتنا ساحت. قدموها بقى بالهنا والشفا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. انزلوا بقى اعملوا لايك وسبسكرايب لو اول مرة تشوفيني، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول. ولو عندك اي استفسار او اي تعليق اكتبيلي وهرد عليكي باذن الله. بحبكم.